بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما مهم أن نعرف أن إخوانكم في فلسطين المجاهدين الصامدين الذين يسجلوا ملاحم البطولة في فلسطين، وهذا الصمود الذي نراه، أنتم شركاء في هذا الصمود، أنتم شركاء في هذا الجهاد، أنتم شركاء في هذا الأجر. وما يجري اليوم من كلام حول صفقة القرن وما يحاك ضد المسلمين وضد قضية فلسطين، أفضل رد عليه هو ما تقدمه تركيا من دعم لشعبنا الفلسطيني، وما ستستمر به من هذا الدعم إن شاء الله. هذا هو الرد الأفضل والرد العملي لصفقة القرن ضد هذا المجنون ترامب. في بداية شهر رمضان المبارك شن الاحتلال الصهيوني حربا على أهلنا في غزة خلفت 30 شهيدا ومئات الجرحى وكثيرا من الدمار. وهذا هو طبيعة العدو، عدونا الذي لا يعدو لا يستمر دائما بوجهه الدموي، وجهه القبيح، بوجهه الذي يستهدف الأطفال والشيوخ والنساء. وما هذه المعاناة إلا جزء من معاناة عاشها الشعب الفلسطيني طوال 71 عاما منذ احتلال فلسطين عام 1948، والتي نحن في هذه الأيام نحيا ذكرى مرور 71 عاما على النكبة. وإحياء لهذه الذكرى قام الكثير من الفعاليات والمناشدة الجماهيرية التي يجدد بها الشعب الفلسطيني ارتباطه بوطنه وإصراره على عودته إلى الأرض وتمسكه بحقه. وهذا يواجه طوال 71 عام يواجه الشعب الفلسطيني المؤامرات المتتالية، والتي نعيش في الأيام الأخيرة وفي الأشهر الأخيرة وجها جديدا بإعلان صفقة القرن وما شابهها من عناوين هدفها التخلص والقضاء على القضية الفلسطينية وإلغاء حق العودة، والتي سبقها ما حصل من قرار للقدس واعتبار الجولان حق للعدو. نحن في المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج نسعى جاهدين بكل ما لدينا من حراك شعبي وتواصل وعلاقات مع الجمعيات الفلسطينية والعربية والإسلامية من أجل إحياء هذا الحق والحفاظ عليه والتقدم نحو العودة إن شاء الله.